تعال اقول لك ايه اللي حصل في حلقة المداح التانية. الحلقة معانا بتبدأ جوه المقبرة اول ما فتحوا الجدار، والجراد خرج منها بكميات كبيرة جدا، والشيخ جد الله واقف مذهول وخايف وبيقول يا خفي الألطاف نجينا مما نخاف، وعمال يكررها. والملك الأحمر دخل جوه المقبرة وطلع بعصاية شكلها غريب جدا، منحوت عليها وش وعينها بتنور أحمر. بس هنا الشيخ جد الله اكتشف حاجة هتقلب الدنيا. الملك الأحمر ما طلعش الراجل الأجنبي اللي بيتكلم عربي مكسر، لا ده فجأة بيتكلم مصري صريح وبيهدد الشيخ جد الله، وده معناه إنهم خدعوه. الشيخ جد الله بعد ما عرف الكلام ده حاول يمنعه بأي طريقة، لكن الملك الأحمر خرج من المقبرة بالعصاية وراح على طول اداها لست الحسن اللي هي بنت إبليس. ومن اللحظة دي بدأت أحداث الحلقة التانية. نيجي المشهد الفرح طبعا كان مولع حرفيا، النار ماسكة في كل حتة، الدنيا بقت جحيم، ناس بتصرخ وتجري بس مفيش مهرب، وحمزة واقف في النص بيتفرج وعينه كلها شر. طبعا عارفين ليه؟ لأن طبعا ست الحسن مسته، وست الحسن كانت بتنفخ في النار تزودها أكتر، والنار بقت بتاكل المكان بجنون. وسط الحريقة دي فجأة الأرض اتوشمت بالنار، شكل غريب اترسم بالظبط في نفس الوقت وفي نفس المكان اللي اتحرق فيه عدد معين من الناس، كأنها علامة جهنمية بتشهد على اللي حصل. وفي اللحظة دي اللي كل حاجة كانت بتنهار من حوالين صابر، المداح وقف في وسط الدمار، عينه متعلقة بالسماء وإيده مرفوعة كأنه مستني حاجة، وفجأة نور قوي طلع من جسمه زي ما يكون جاله مدد من ربنا. النور ده لف حوالين النار كلها، وفي لحظة واحدة كل حاجة اتطفت. الناس واقفة كلهم مصدومين، حتى ست الحسن والملك الأحمر اتجمدوا مكانهم مش مصدقين اللي حصل. ازاي المداح لسه عايش؟ ازاي طفى نارهم قبل ما حد يستوعب؟ الاتنين اختفوا. احنا بنتكلم طبعا على ست الحسن والملك الأحمر، الاتنين اختفوا فجأة كأنهم ما كانوش موجودين خالص. بس الدنيا ما هدتش على كده. بعد لحظات وسط الدخان والناس اللي بتعاني من الحروق، ظهرت تاني ست الحسن للمداح، بس المرة دي بتظهر على هيئة واحدة دكتورة، وورا الظهور المفاجئ ده لعبة جديدة بتحضرها للمداح. وآخر حاجة حصلت في نهاية الحلقة الأولى، شبيه المداح دخل بيت أهل صابر وبقى مكانه في كل حاجة، وده معناه إن المصايب هتبدأ، لأن الجن والشياطين قدروا يدخلوا البيت فعلا. المصيبة الأكبر أمه ما قدرتش تميز الفرق بين صابر الحقيقي وقرينه. أما حسن أول ما شافه عينه وسعت قوي وخاف والدم نشف في عروقه، وقبل ما يقدر ينطق بكلمة وقع على الأرض وأغمى عليه من الخضة. خلاص اللعبة بدأت والمصيبة لسه في أولها. وطبعا في المملكة بتاعتهم الملك الأحمر وست الحسن كانوا قاعدين مصدومين، إزاي صابر المداح لسه عايش؟ الملك الأحمر بيقول لست الحسن أنا بنفسي قتلته بإيدي، وكان بيتكلم بغضب. وست الحسن عينها فيها شر، ساكتة بتفكر. وبعد حوار طويل بينهم وبعد ما خططوا لكل حاجة اتفقوا إن صابر لازم يموت. بس ست الحسن كانت شايفة حاجة تانية، بصت للملك الأحمر وقالت بحزم وجود صابر ما يخلكش تنسى مهمتك الأساسية، لازم تجهز بنفسك ضحية الوعاء، وده أهم من قتله. وقبل ما تمشي ست الحسن بصت له وقالت له خلي بالك صابر راجع أقوى من الأول بكتير، ولازم تعمل حسابك على كده. المعركة لسه ما بدأتش بس الحرب خلاص هتولع. ونيجي طبعا لمشهد المطافي والإسعاف، كانوا لسه بيلموا ضحايا الحريقة، الناس مرعوبة والدنيا كلها مقلوبة. المداح بص لجمال وقال له جمال لازم نروح نشوف حمزة بسرعة. جمال رد عليه وهو متوتر يا ريت بس نعرف نعطر فيه. وفجأة المداح شاف مكانه وعرف على طول حمزة فين، هو وصاحبه اللي مستخبي عنده. بص لجمال وسأله انت تعرف قرية اسمها وهران؟ جمال فكر لحظة وبعدها قال دي بعيدة جدا عن هنا، هتاخد وقت. قبل ما المداح يفكر هيعمل ايه، الحاج صالح رد عليه بسرعة عربيتي تحت امرك يا ابني، انا كده كده مسافر القاهرة. وفي مشهد تاني معانا صابر كان بيتكلم مع امه في البيت اللي هو اصلا قرين صابر مش المداح الحقيقي، بيسألها ابني ومراتي فين؟ ازاي يسيبوا البيت ويمشوا من غير ما حد يعرف ولا حتى مراتي تقولك؟
وفجأة حسن دخل عليه وهو خايف وباصص لصابر كأنه مش مصدق اللي شايفه. صابر قال له بصوت هادي: ادخل يا حسن، ما تخافش. حسن رد عليه بسرعة وهو مذهول: لو كنت رايح الساحل كنت اتأخرت عن كده، ما بالك انك راجع من الموت. وسابه وطلع يجري من الصدمة. وبعد شوية حد خبط على باب البيت، والملك الأحمر يدخل عليهم على هيئة بشر باسم الحاج وفيق. وقرين صابر بيجري عليه بسرعة يمسك ايده ويبوسها. وبص لأم المداح والحسن وقال لهم: ده الحاج وفيق هو اللي خرجني من المقبرة وجابني لحد هنا. نرجع بقى للمداح. وصل قرية وهران وكل التفاصيل قدام منه بالظبط زي ما شافها في الرؤية بتاعته. وهو ماشي فخري صاحب حمزة خرج وراه وسأله باستغراب: انت مين يا بلدينا وبتعمل ايه هنا؟ المداح بصله قال له بهدوء: انت فخري صح؟ فخري اتفاجئ وسأله مستغرب: انت الشيخ صابر المداح؟ المداح رد بسرعة: عايزك توصلني لحمزة. وبعد نقاش بينهم هما الاتنين اتضح للمداح ان القرية كلها مصابة بمرض شبه الطاعون، ولما الحكومة عرفت فرضت حظر كامل على البلد. وفجأة المداح وهو واقف مع فخري شاف عربية إسعاف واقفة من بعيد، وبص لقى الدكتورة اللي شافها وقت حريق الفرح. بس الحقيقة هي مش الدكتورة، دي بنت إبليس ست الحسن. المداح راح لها وسألها عن المرض ده، وساعتها عرف إن ملوش تفسير وظهر في 3 أماكن على مستوى العالم، وبرضه محدش وصل للتفسير بتاعه. لكنها بصت له بحدة ونبهته: لازم تمشي من هنا بسرعة، وأي حاجة أنت جاي عشانها أجلها. فخري بيخش عليهم وياخد صابر من عند الدكتورة ودخله بيت راجل اسمه عم عبود، واحد من أوائل الناس اللي كانوا بيقولوا إن صابر هيرجع يظهر تاني في مصيبة كبيرة. لكن شكل الراجل ما كانش يطمن. صابر بدأ يقرب منه علشان يرقيه لأن شكله كان تعبان جدا. فجأة اتصدم، جسم الراجل بدأ يتلون بالأسود ووقع ميت قدامه. صابر وقف مذهول، رجع بص تاني عليه لقاه نايم زي ما هو في السرير كأنه مفيش حاجة حصلت، بس اللي هو شافه ده كان في رؤيته. خرج بسرعة من البيت وهو قلقان ومتوتر مش عارف هيروح فين. فجأة وهو ماشي قابل الدكتورة ست الحسن اللي سألته عن سبب وجوده في القرية. قبل ما يرد عليها سألها عن حكاية المرض، لكنها قالت له: أنا حلمت بيك، أنا كمان حلمت إنك جاي تلحقني من الموت أو من حاجة تانية معرفهاش. وكملت وهي مستغربة: أنا كل مكان بروحه بلاقيك فيه، في الفرح وفي القرية. إزاي أنت بتعمل إيه هنا؟ صابر لسه هيقول لها هو بيدور على مين، فجأة شاف رؤية تانية. شاف حمزة مستخبي في كهف قزح. على طول أخد فخري والدكتورة وطلعوا على هناك، لكنه طلب منهم يفضلوا بره لأنه لازم يدخل يشوف اللي بيحصل بنفسه. وأول ما دخل الكهف شاف حمزة قاعد على ركبته قدام النار، شكله غريب وكأنه بيعمل طقوس تبع الشيطان. صابر راح يمسكه من كتفه لكنه اتصدم ب3 بوابات اتفتحوا فجأة وخرج منهم خدام بنات إبليس ال3. والحلقة بتنتهي عند صابر وهو بيسأل حمزة: أغروك بإيه علشان تبيع أهلك وناسك؟ حمزة رد عليه بخوف شديد وقال: والله ما كنت حاسس باللي بعمله ولا كنت في وعي. وفجأة ظهرت ست الحسن من ورا المداح. وكده وصلنا لنهاية الحلقة التانية.